السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده، هنعمل الكشري المصري. شايفين بقى شكل الطبق يفتح النفس ازاي، وجميل جدا وريحته حلوة، وحاجة معمولة في البيت كده نظيفة. شوفوا انا رصيت الحلل حواليا كده وبدأت بقى اغرف. بجد جميل جدا وطعمه حلو قوي. اتمنى ان انتم تجربوه، هيعجبكم. اول حاجة بدأت بيها، تعالوا نسمي الله الاول ونشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه بدات جبت كده طاسه على النار، حطيت فيها كميه زيت كده محترمه، لان الزيت ده هو اللي هنشتغل بيه الوصفه كلها. فحمرت اول حاجه كده البصل، حمره كده هديله اللون اللي انتوا عارفينه ده. وكمان العدس حطاه يتسلق معايا، وكمان حاطه ميه على النار للمكرونه. المكرونه بتاعتي كده، حطيت مكرونه اللي هي الصغيره دي على مكرونه اللي هي الطويله، وحطيتهم يتسلقوا كده على النار. طبعا الميه محطوط فيها ملح. ليه بنبدأ بالبصل؟ علشان الزيت بتاع البصل هو اللي هنستخدمه كده في الوصفة كلها، علشان يديلها طعم كده وريحة حلوة. هدي بقى للبصل اللون الحلو اللي انتوا عارفينه ده. ده كان بصل صغير فمقطعاه شرايح كده، فالشريحة طالعة معايا حلوة كده وجميلة. اخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بعدين بقى جبت حلة على النار، حطيت فيها شوية من الزيت بتاع البصل، وبدأت احمر فيها الشعرية علشان نعمل الرز. الشعرية احمرت معايا واخدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. معلش ايدي كانت بتيجي على الكاميرا عشان انا كنت ماسكه بايد واحده. وبعدين غسلت الرز بتاعي ونزلت بيه على الشعريه كده، هشوحهم شويه مع بعض، واحط معلقه ملح. هقلبهم كده مع بعض ياخدوا تشويحه حلوه كده، وهنزل عليهم على طول بالميه. وهنا بقى بدات اعمل الصلصه بتاعتي. حطيت كده برضو شويه من الزيت بتاع البصل، وحطيت عليه معلقه كبيره من الثوم المهروس، وهديلهم كده تشويحه مع بعض، اخليه ياخد لون خفيف كده، مش هخليه يحمر خالص عشان ما يمررش معايا الوصفه. والرز بتاعي حطيت له الميه وسيبته بقى على النار. هنا كنت بوريكم البصل خلاص استوي والمكرونه اتسلقت، وحطيتها كده تتصفى. رجعنا بقى تاني هنا للصلصه اللي بالثوم، اخد معايا اللون الخفيف اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عليه بقى بربع كوبايه من الخل. خل اهو، حطيت حوالي ربع كوبايه، يعني 3 او 4 معالق خل. اقلبهم كده مع بعض، وهنزل عليهم على طول بالطماطم بتاعتي. دي طماطم انا كنت مفرزاها يعني. هحط لها بقى ملح وفلفل وكمون وكزبره، بس هو ده اللي انا حطيته. وهنا بقى هنعمل الدقه. جبت برضو شويه من الزيت بتاع البصل، وحطيت عليه معلقه صغيره من التوم. هقلبهم، التوم بتاع الدقه مش بيحمر خالص. وهنزل عليهم برضو بربع كوبايه خل وكوبايه ميه. معلش بقى على شكل البوتاجاز، عشان الفول الصبح وانا بعمله وقع عليه. حطيت ربع كوبايه من الخل، عليها كوبايه من الميه، وشويه كده كمون صغيرين وشويه ملح. جبت المكرونه بتاعتي كده ونزلت عليها بشويه من الزيت، وقلبتها كده علشان ايه ما تلزقش في بعضها، وتبقى مفلفله كده وجميله. كان الزيت بتاع البصل خلص، فجبت زيت بقى بالازازه، يديلها اللمعه الخفيفه اللي انتوا شايفينها دي، وكمان ما يخليهاش معجنه كده وما تلزقش في بعضها.
قلبت كده المكرونه كده زي ما انتوا شايفينها وحطيتها في الحل. الصلصه بتاعتي كمان خلاص اتسبكت وبقت مية مية. هتاخد غلوه واحده بس وهطفي عليها على طول. وكمان الرز استوى معايا وبقى زي الفل وريحته حلوه جدا ومفلفل وجميل مش معجن خالص. هقلبه تقليبه كده وهطفي عليه. رصيت الحلل كده كلها جنبي وهغرف بقى الطبق الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بجد شكله يفتح النفس او جميل جدا وريحته حلوه وحاجه معموله في البيت وعارفه انت عاملاها ازاي وعاملاها بنظافه وبحب مش زي اللي احنا بنشتريه من بره خالص. طعمه جميل جدا. حطيت كده شويه حلوين كده من الرز في الارضيه الطبق وهحط بقى شويه كمان حلوين من المكرونه. انا هقف بقى وابيع بقى كشري. هحط بقى الصلصه. الغطا كان سخن فكنت بجيبه الفوطه. يا سلام. ونكتر بقى صلصه زي ما احنا عاوزين زي ما تحب بقى بالكميه اللي انت عايزه تحطيها. بس ما عملناش شطه في الكشري علشان في اطفال هياكلوا منه فمش عايزين شطه. هحط بقى كده حوالين الطبق كده العدس والبصل بقى احطه كده فوق على وش الطبق. شايفين بقى الجمال والحلاوه. شايفين بقى الطبق شكله بجد يفتح النفس وجميل جدا. بوريكم حلاوه الطبق وطعمته كده شكله جميل جدا. شايفين بقى شكله عامل ازاي. لو لسه بقى مشتركتش في القناه تنزلي دلوقتي تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. وجربوا الوصفه هتعجبكم قوي ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك. انا هنا نسيت احط الدقه فبحطها معاكم دلوقتي كده. الدقه تتحط في طبق كده جنبك واللي يعوز يحط على وش الطبق كده. شويه كشري بقى مية مية. جميل. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.